يا شباب عاملين ايه؟ انا قلت بقى بمناسبه ان العيد الكبير فاضل عليه اقل من شهر، فكل سنه وانتم طيبين طبعا. فقلت بقى اطلع اتكلم شويه عن الافلام اللي هتنزل في العيد الكبير. بصوا لحد دلوقتي اللي انا بتكلم فيه في الفيديو ده في 6 افلام بس هم اللي اتعلن عنهم ان هم هينزلوا في موسم عيد الاضحى، باستثناء فيلم واحد بس، والفيلم ده برده اتقال ان هو هينزل في موسم عيد الاضحى بس لو هم قدروا يخلصوا الجرافيكس بتاع الفيلم. تعالى بقى نخش في اول فيلم واقرب فيلم هينزل في السينمات، والفيلم ده هينزل بعد 20 يوم من دلوقتي، يعني تقريبا كده قبل العيد الكبير باسبوع، وهو فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز. وهي عامه افلام كريم عبد العزيز الاخيره بالذات ما بقتش تنزل في موسم العيد بالظبط، بتنزل قبل موسم العيد مثلا باسبوع 10 ايام، زي ما حصل قبل كده مع فيلم كيرة والجن وفيلم الفيل الازرق 2. لو فاكرين ساعتها برضو ان الفيلمين دولت نزلوا قبل العيد باسبوع، وبصراحه برضه بشوفها خطه تسويقيه ذكيه جدا انك تنزل الفيلم في الرواقه كده من غير زحمه افلام ثانيه بتنافسك، فناس تخش الفيلم في الفتره دي ويعجبها وترشحه لناس ثانيه، عقبال بقى ما تخش على العيد الكبير يكون الفيلم خلاص كون جمهور وفي ناس كتير عايزه تشوفه. وانا بصراحه بشوف ان ده احسن، ان انت تنزل الفيلم قبل العيد بفتره احسن بكتير ما انت تنزل الفيلم قبل العيد بيوم او اول يوم العيد. وهو ونصيبه بقى. فيلم بيت الروبي بيحكي عن كريم عبد العزيز ونور، هما الاثنين متجوزين وبيعانوا من مشاكل في الخلفه، فبيخطفوا طفل صغير عشان يتغلبوا على المشكله دي، وهيكون معاهم كريم محمود عبد العزيز اللي هيعمل دور اخو كريم عبد العزيز الصغير. والفيلم هيكون من اخراج بيتر ميمي وهينزل يوم 21/6. فيلم البعبع لامير كرارة وياسمين صبري. اللي عاجبني في الفيلم ده بصراحه بالنسبه لامير كرارة ان هو عامل دور مختلف عن الادوار اللي هو كان بيعملها. انا عارف ان هو في رمضان اللي فات كان عامل مسلسل اسمه سوق كانتو وكان مختلف برده وكل حاجه، بس برده المسلسل ما اتشافش من الناس وما حققش النجاح الكبير اللي كان متوقعه. واللي عاجبني برده بصراحه ان امير كرارة اختار ان هو يعمل دور كوميدي، ما اعتقدش ان هو عمل فيلم كوميدي قبل كده او فيلم اكشن كوميدي يعني اقصد، فالتغيير ده عامه حلو جدا. اما بقى عن قصه الفيلم فامير كرارة طالع بدور مجرم اسمه سلطان، بيقابل بالصدفه دكتوره صيدلانيه واللي هي هتبقى ياسمين صبري، فبيحبوا بعض، وبعد كده سلطان ده بيقرر ان هو يبعد عن سكه الاجرام. ولكن بعد كده ومع تتابع الاحداث في الفيلم بتحصل مواقف لسلطان ده بتغير مجرى حياته خالص. هيكون مع امير كرارة في الفيلم محمد عبد الرحمن وباسم سمره، وهيكون الفيلم من اخراج حسين المنباوي. معانا بقى الفيلم الثالث، والفيلم ده مبدئيا كان المفروض ان هو ينزل من سنه وبعد كده اتاجل، واتقال برده ان هو كان هينزل في موسم راس السنه اللي فات وبعد كده اتاجل، وقالوا برده ان هو هينزل في موسم العيد الصغير، واخر حاجه قالوها ان الفيلم ده خلاص هينزل في العيد الكبير. وانا كنت اتكلمت عن الفيلم ده في فيديو قبل كده وهو فيلم السرب لاحمد السقا، والفيلم ده هيبقى من نوعيه افلام الدراما الحربيه وهينزل في موسم العيد الكبير. فيلم تاج لتامر حسني. الفيلم ده لو لحقوا ان الجرافيكس بتاعته تخلص قبل العيد الكبير فالفيلم عادي جدا هيكون معانا في موسم العيد، وده هيكون اول فيلم للسوبر هيرو مصري هيتعرض في السينمات العربيه وهيكون بنفس مستوى افلام مارفل، ومش انا اللي قلت كده، ده تامر حسني هو اللي قال كده. فيلم تاج هيكون من اخراج ساره وفيق، اخرجت قبل كده لتامر حسني فيلم مش انا، واخرجت برده فيلم اسمه على وضعك. انا ما اعرفش الفيلم ده بصراحه، ولكن اتمنى ان فيلم تاج يكون كويس، مش لازم يا عم يكون بنفس مستوى افلام مارفل، بس على الاقل يكون فيلم حلو ويكون برده بدايه تجربه جديده لافلام السوبر هيروز. الفيلم الخامس هو فيلم عزيرو لمحمد رمضان. قصه فيلم عزيرو بتحكي عن حمزه او دراجون اللي هو محمد رمضان، ابنه بيكون مريض ولكن دراجون بيكون ظروفه الماديه صعبه، وبعد كده دراجون ده بيكون شخص غني جدا بسبب ان هو بيدخل في تجاره الاعضاء البشريه. وانا بصراحه كده متحمس شويه للفيلم ده لحاجتين. اول حاجه ان المخرج مندو العدل هو مخرج الفيلم، وهو قال ان في الفيلم ده هيقدم فيه محمد رمضان بشخصيه مختلفه، وانا اتمنى ده بصراحه. وتاني حاجه ان نيللي كريم طالعه في الفيلم ده، فاتمنى برضو ان الفيلم ده يطلع في الاخر كويس. اخر فيلم بقى انا هتكلم عنه وهو هيكون الفيلم السادس، وهو فيلم مستر اكس لاحمد فهمي وهنا الزاهد. الفيلم ده باختصار بيحكي عن قصه حب بتحصل بين رئيس عصابه واللي هو يكون احمد فهمي وبين محاميه واللي هي هتكون هنا الزاهد. الظروف بتوقعهم هما الاثنين في طريق بعض، فرئيس العصابه ده هيحاول على قد ما يقدر ان هو يبعد المحاميه دي عن اي مخاطر هتحصل في الفيلم. والفيلم هيكون من تاليف واخراج احمد عبد الوهاب، وهيكون معانا برضو من ضمن افلام العيد الكبير. بس كده انا اتكلمت عن ال6 افلام اللي المفروض ان هم اتعلنوا ان هم هينزلوا في موسم العيد الكبير. بس لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لحد الوقت ده، عايزك تقول لي ايه اكتر فيلم من ال6 افلام دولت انت متحمس ان انت تشوفه اول ما ينزل على طول، وايه اكتر فيلم انت متوقع له ان هو يجيب ايرادات من ال6 افلام دول. بس كده الفيديو خلص، يا رب الفيديو يعجبكم وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.